أراد أن يقبض فزاع على جراح ومجراح وقمر يقوم بتقييدهم واحتجازهم كورقة ضغط قوية على شاهين والشيخ صقر. هدف فزاع من ذلك هو إجبار الشيخ صقر على إعادة المعدات أو الصناديق التي استولى عليها في آخر غزوة ضد رجال فزاع. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع، حيث يحاول فزاع استخدام الأسرى لإجبار الديرة على الخضوع لشروطه. وفي الديرة تسود حالة من التوتر بسبب غياب ساعد، بينما يتولى مقناص إدارة الأمور مؤقتا. ومع تطور الأحداث تحدث مواجهة بين مقناص ومساعد، لكن سرعان ما تهدأ الأمور ويحدث نوع من الصفح، حيث يعفو مساعد عن مقناص وتتصافى القلوب بينهما بعد الخلافات السابقة. ومع ذلك لا تنتهي الضغوب داخل الديرة، إذ يبدأ شاهين بالضغط على مساعد لإجباره على الزواج من سكرة، في محاولة لترتيب بعض الأمور داخل القبيلة وإغلاق باب الفتنة. وبالنظر إلى أحداث الحلقة 23 من مسلسل دروب المرجلة، يمكن استنتاج عدة توقعات وتسريبات لمسار الأحداث في الحلقة القادمة، والتي تبدو مليئة بالمفاجآت والتصعيد الدرامي. أولاً، من المتوقع أن يعيش مساعد صراعاً داخلياً كبيراً، إذ سيظهر أمام أهل الديرة وكأنه عاد نادماً ويريد فتح صفحة جديدة، لكنه في الحقيقة سيكون تحت ضغط وتهديد مباشر من فزاع. فزاع سيجبره على نقل أخبار تحركات شاهين ومعلومات عن معدات المصنع، وتشير بعض التسريبات إلى أن مساعد قد يحاول التلميح بالحقيقة لشاهين أو للشيخ صقر بطريقة غير مباشرة، دون أن يلفت انتباه رجال فزاع الذين يراقبونه. أما رحلة شاهين ورشة وسدرة إلى المدينة فمن المرجح أنها لن تمر بسلام، فالأحداث تشير إلى احتمال تعرضهم لكمين أو هجوم من قطاع طرق أو حتى من رجال فزاع أنفسهم، كما أن لطف في طريقه للحاق بهم، وقد يتحول هذا الأمر إلى خطر كبير، إذ قد يستخدمه فزاع كورقة ضغط أو يقع في فخ أثناء الطريق. وفي جانب آخر من القصة سيبدأ مقناص رحلة البحث الحقيقية عن فزاع، وذلك للوفاء بوعده لزوينة. وتشير التوقعات إلى احتمال وقوع مواجهة أولية بين مقناص وبعض رجال فزاع في الصحراء، وقد تقوده هذه المواجهة إلى اكتشاف خيط مهم يدل على مكان المخبأ السري الذي يختبئ فيه فزاع. أما مبروك الذي تم اختطافه في نهاية الحلقة الماضية، فمن المتوقع أن يستغله فزاع كورقة ضغط جديدة، وقد يجبره على تنفيذ مهمة تخريبية داخل الديرة مقابل إعطائه الحشيش الذي يدمن عليه، مما قد يخلق مشكلة خطيرة داخل القبيلة إذا نجح فزاع في استغلال ضعفه. ومن جهة أخرى سيبدأ فزاع بالتحضير لعملية تهريب كبيرة مرتبطة بشحنة الشيخ رشاش، حيث يعمل على تجهيز مسارات آمنة لتمرير المخدرات. وتشير التوقعات إلى أنه سيحاول استغلال انشغال شاهين في المدينة لتمرير هذه البضاعة عبر حدود الديرة دون أن يثير شبهات. أما سدرة فقد تشهد حالتها النفسية بداية تحسن بعد وصولها إلى المدينة، لكن ذكرياتها عن فهد ستظل تؤثر على تصرفاتها، ومن المحتمل أن تكتشف في المدينة معلومة أو دليلا مرتبطا بقضية قديمة، وهو ما قد يفتح خطا دراميا جديدا في الأحداث القادمة. في النهاية تبدو الحلقة القادمة من دروب المرجلة مليئة بالتوتر والتقلبات، حيث تتداخل خطط فزاع مع محاولات شاهين والشيخ صقر لحماية الديرة وكشف الخيانة. وبين الأسرى والكمائن والصراعات الداخلية تظل كل الاحتمالات مفتوحة حتى تتكشف الحقيقة في الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة من دروب المرجلة تكشف ماريا الحقيقة عندما تخبر رشا بتورط أخيها الشيخ رشاش في الجرائم، وتعرض لها فيديو الذي صورت في الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يظهر لحظة إعطائه مسدس من أحد الضباط وقتل أحد المواطنين، ليصبح هذا الفيديو دليلا مهما ضد الشيخ رشاش. وفي الوقت نفسه يقوم فزاع باختطاف قمر وجراح واحتجازهم للضغط على القبيلة، لكن يتم اكتشاف أنهم محتجزان في مكان مرتبط بالشيخ رشاش. وعندما يتحرك شاهين ورجال القبيلة لإنقاذهم تدخل الحكومة بعد توفر الأدلة، مما يمهد للقبض على الشيخ رشاش متلبسا بهذه الجريمة.